اللي بالصورة هاي جاه الله البشير من السودان، وقصته بلشت بالمملكة العربية السعودية، وبتقدر تقول عليه قاتل، مجرم، ساحر، كل الصفات الوسخة فيه. وقصته انعرفت بسفاح خميس مشيط. قصتنا بلشت بسنة 1985. كان الوضع بالسودان كثير صعب بسبب المشاكل السياسية اللي كانت عندهم، وكان نص أهالي السودان يهاجروا والنص الثاني يسافروا بطريقة غير قانونية. واحد منهم اسمه جاه الله البشير، وجاه الله طلع عن طريق البحر بطريقة غير قانونية، ووصل منطقة اسمها خميس مشيط، وكان يدور على شغل بخميس مشيط. وجاه الله لاقى شغل، كان يشتغل راعي غنم عند مرة كبيرة بالعمر. المرة هاي كانت عايشة لحالها، وولادها عايشين ببيوتهم، بس بيوتهم بعيد عن بيتها شوي. كان جاه الله بيشتغل براتب بسيط، ومرت الشهور وهو بيشتغل عند المرة هاي. وبعد سنة وشوي المرة وولادها صاروا يثقوا بجاه الله وتعودوا عليه. بس جاه الله كان يعرف المصاري اللي كانت تكسبها المرة من الغنم، هذا غير الضمان الاجتماعي اللي كان ينزل له. وصار جاه الله يراقب المرة ويشوف وين بتحط كل هالثروة اللي معاها، وقدر يعرف وين بتحطهم. وبعدها صار يفكر المرة هاي معها مصاري كثير، وانا راتبي كثير قليل، لو اشتغل طول عمري ما راح اقدر اطلع نص اللي معه. ومن هون الخبيث قرر يسرق المصاري اللي كانت مع المرأة، فصار يحسبها بعقله، اكيد راح انكشف اذا سرقت المصاري بهالسرعة، فلازم اخطط وارتب واخذ المصاري بدون ما انكشف. وبعد تفكير طويل اجته خطة، وكان متأكد انه راح تنجح، بس صار يحكي خليني اصبر وافكر اكثر. وبعد اكم من يوم راح عند المرأة وحكى لها بده يترك شغله على اساس انه بده يرجع لبلده السودان، لانه اهله عندهم ظروف كثير سيئة. وصار يحكي لها انه لازم اروح عند اهلي كثير ضروري. المرة واولادها بدون تفكير اعطوه حقوقه، حتى اكرموه واعطوه زيادة. بس للاسف كل هذا وما قدروا جاه الله ولا حتى تحرك شعره منه. وودعوا جاه الله وقالوا له روح بدرب السلامة، وطلع من عندهم على اساس جد انه رجع لبلده السودان. بس جاه الله طلع من القرية وراح لقرية ثانية يشتغل فيها راعي غنم. ومرت الايام، طبعا هون المرة شغلت عندها راعي غنم ثاني، لانه مستحيل تستنى جاه الله عبال ما يرجع من السودان. كانت المرة مضطرة لراعي ثاني لانه كبيرة بالسن وما بتقدر ترعي الغنم لحالها. المهم جاه الله كان يفكر كيف بده يسرق المصاري اللي عند المرأة، واجته الفكرة، بس استنى شهرين عشان المرأة وولادها ينسوه ويفكروا عن جد رجع للسودان. وبعد مرور شهرين رجع جاه الله للقرية اللي كانت فيها المرأة، وعشان كان عارف متى بتنام هاي المرأة ومتى بتطلع ومتى بزوروها أولادها، كان بالنسبة له الدخول للبيت سهل. راح جاه الله لبيت المرأة وكان معه نسخة من مفتاح بيتها، فتح الباب ودخل. طبعا البيت ظلام من جوا ومن برا، لأنه انتم بتعرفوا زمان ما كان فيه إضاءات زي اليوم. دخل جاه الله وكان مستعجل، وكان معه الكشاف والفاس، وعلى طول راح للمكان اللي المرأة مخبية مصاريها فيه. المرأة سمعت صوت وقامت وشغلت الإنارة، وبس راحت للمكان اللي مخبية فيه المصاري وبدون ما تشوف وجه جاه الله هجم عليها بالفاس وقتلها، وقطع أصابعها بالفاس وبكل وحشية وبدون رحمة. وبعدها سرق المصاري وهرب بنفس الطريقة اللي اجى منها من السودان، ورجع لبلده السودان. ورجع للسودان معاه مبالغ كبيرة، وللأسف قدر يسرق المصاري ويقتلها ويهرب بدون ما حدا يعرف عنه إشي. وصباح اليوم الثاني اجى ولد من أولادها، وقبل لا يدخل البيت لاحظ إنه الحوش فاضي. كان متعود إنه كل ما يدخل الحوش يلاقي أمه قاعدة بالحوش، لأنه أمه بتكون صاحية بهذا الوقت ومخلصة كل أشغال. بس هذا اليوم بيختلف عن باقي الأيام. خاف الولد على أمه ودخل البيت، بس للأسف شاف المنظر البشع والمحزن قدام عيونه. كانت أمه واقعة على الأرض والدم حواليها، مقتولة بكل وحشية. انهار ابنها ورن على الشرطة، وبعد دقايق وصلت الشرطة وبلشوا يرفعوا آثار لعل وعسى يلاقوا خيط يوصلهم للقاتل. بس للأسف ما لاقوا أي دليل. مرت الشهور والسنين وما لاقوا أي طرف
للجريمة، وتقفل ملف الجريمة بسبب قلة الأدلة. أما المجرم جاه الله كان بالسودان مستمتع بالمصاري والثروة اللي أخذها من المرأة، اللي أكرمته، اللي ما قصرت معه، حتى وهو رايح أعطته زيادة عن حقه. ومع مرور السنين بلشت المصاري تخلص، وقرر جاه الله يرجع للسعودية. وبسنة 1997 بنفس الطريقة الغير قانونية دخل جاه الله للسعودية، ورجع لخميس مشيط وبلش يخطط لسرقة جديدة. بعدها راح يشتغل راعي أغنام عند مرة ثانية، وعرف إنها جدة لواحد من أكبر تجار المملكة. كان يحاول يراقبها ويعرف كم المبالغ اللي بتجيها ووين بتحطهم عشان يحاول يسرقها زي ما سرق المرة الأولى. بس كانت المرة هاي حريصة كثير وما قدر يعرف أي شيء. اشتغل عندها 6 أشهر، وبعد ما عرف مين هو حفيدها لأنه كان يجي عندها كثير، جاه الله ما كان مرتاح وقرر إنه يترك الشغل. ترك الشغل من عندهم وراح يدور على شغل ثاني بمكان ثاني بقرية اسمها العمارة، قريبة من قرية خميس مشيط. اشتغل عند أب وأم و3 بنات وولد عمره 16 سنة. اشتغل عندهم لمدة 3 شهور وشوي، بس بعدها بين ليلة والليالي صار في مشكلة بين جاه الله والأب. اختلفوا الاثنين بطريقة رعي الأغنمة والتغذية والنظافة، وزاد النقاش بينهم وعصب الأب وطرد جاه الله من شغله. وبعد ساعات رجع على البيت اللي انطرد منه ونادى على الأب من برا. الأب استغرب وصار يحكي مش هذا صوت جاه الله؟ مش أنا طردته؟ شو اللي رجعه؟ طلع الأب وجاه الله كان متخبي ورا الباب، وفجأة جاه الله هجم على الأب بالفاس وضربه، ومع ضربة الفاس صاح الأب ووقع على الأرض ومات. الأم سمعت صوت صرخة جوزها، راحت لجهة الصوت، ولما شافها جاه الله من غير أي تردد ضربها بالفاس وقتلها. الولد لما سمع صوت أمه وأبوه بنقتلوا على طول أخذ خواته، واحدة خباها بالحوش، وواحدة خباها بغرفة من الغرف، وواحدة خباها بالتنور. وعلى طول الولد راح عند الجيران وهو خايف وحكى لهم كل اللي صار. وبهذيك اللحظات هرب المجرم جاه الله زي الصاروخ، قدر يهرب قبل وصول الشرطة. كانت الشرطة تدور على المجرم جاه الله بكل مكان، بس جاه الله طلع من القرية وراح للقرية اللي كان يشتغل فيها اللي هي جدة التاجر. وكانت الشرطة تفكر انه جاه الله بعده موجود بحدود القرية، واستعانت الشرطة بقصاص الآثار وحاولوا يتبعوا خطوات المجرم جاه الله، حتى اختفت خطواته عند قرية اسمها باحص السياحية وما لقوا له أي أثر. وصل جاه الله لقرية جدة التاجر وكان يراقب الوضع يومين عشان ما ينكشف، وبعد يومين راح لبيتها وضربها وقتلها بالفاس وسرق كل شيء قدامه وهرب. وبعد يومين قرروا الجيران يزوروا جدة التاجر كعادتهم، بس للأسف لما دخلوا لقوها على الأرض والدم حوالينها بكل مكان. اتصلوا على الشرطة، اجت الشرطة وحاولوا يدوروا على أي دليل، بس للأسف ما لاقوا أي دليل. بس هالمرة لاحظوا إنه الجثتين انقتلوا بنفس الطريقة، اجتهم ضربة بالفاس. كانوا أهل القرية خايفين كثير وكانوا حريصين على نفسهم عشان ما يكون هم الضحية الجاي للمجرم. صاروا أهل القرية يقفلوا بوابهم كثير منيح وينتبهوا على حالهم خوفا من المجرم المجهول. حفيد المرأة اللي انقتلت عرض مبلغ قيمته 100,000 ريال سعودي لأي شخص بيلاقي المجرم. بعد مرور أسبوعين تقريبا واحد من الأشخاص لاحظ إنه في شخص متخبي جوات مقبرة في منطقة اسمها أحد رفيدة. الشخص اللي شافه كان متوتر كثير وصار يحكي هذا في وراه إشي ما بيطمن. اتصل على الشرطة وحكى لهم في واحد متخبي بالمقبرة وضعه ما بيطمن. اجت الشرطة وحاوطت جميع جهات المقبرة، وكان على راس الشرطة مدير شرطة خميس مشيط. واخيرا قدرت الشرطة تمسك المجرم جاه الله البشير، بس بصعوبة. اخذوا له التحقيق وبلش المحقق ياخذ اقوال المجرم، بس بكل مرة المحقق يمسك فيها القلم وقبل ما يكتب اي اشي يقع منه القلم. وتكرر هذا الاشي مع المحقق اكثر من مرة، والمحقق استغرب صار يحكي اكيد هذا المجرم مسوي سحر لانه هذا الاشي مش معقول. حاولوا يستكشفوا وفعلا لاقوا وجود جسم عامل انتفاخ على سطح الجلد، وطلبوا الامن احد المختصين عشان ياكد لهم شو الموجود تحت الجلد. بس بهذيك اللحظة حاول المجرم جاه الله يمسك السكين الخاصة بفتح الأوراق عشان يقتل حاله، بس رجال الأمن سيطروا عليه وكتفوه، وأحد المختصين فتح الانتفاخ الموجود على الجلد. وهون كانت الصدمة، لاقوا حجاب، وهذا الحجاب بيستخدموه السحرة والمشعوذين لأنه بفكروا إنه بيحفظهم
وبيحميهم من انهم ينكشفوا. وبعد ما فقد المجرم جاه الله البشير الامل، انهار واعترف بكل الجرائم اللي سواها، واعترف بجريمة المرأة اللي قتلها قبل 12 سنة، وهاي كانت أول ضحية إله. وبسنة 1997 تم تنفيذ الحكم على المجرم جاه الله بساحة السوق بخميس مشيط. تم صلبه بأعمدة حديد لحتى الساعة 8 المساء. وهيك بكون انتهت واحدة من أبشع الجرائم اللي صارت بالمملكة العربية السعودية. وبس والله هاي كانت قصتنا لليوم. اذا عجبتك القصة لا تنسى تحط لايك، واذا انك مش مشترك بالقناة لا تنسى تشترك بالقناة، واذا انك بتشاهدني على الفيسبوك في زر متابعة فوق. والسلام علينا وعليكم.